يعمل هو وأطفاله في جمع السكراب ليأمن لقمة العيش لأهله. معنا قصة اليوم أبو حارث، لكن قبل ما نحكي قصة معنا ضيفنا الشيخ العزيز وأحد مؤسسين حملة خلوها أجمل، أستاذ مضر. السلام عليكم شيخ، رمضان كريم. الله وبركاته. الله يكرمك إن شاء الله ويحفظك يا رب ويجزيكم خير ويبارك في عمركم إن شاء الله. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. بيت أبو حارث في الساعة 2 من منتصف الليل في توزيع بعض السلات في منطقة التجاوز في تل الرمان. وجدنا هذه العائلة، عائلة أبو حارث، يسكن بيت من 7 أطفال يجمعون النفايات البلاستيكية لبيعها لإعادة تدويرها بثمن بخس على قدر ما يطلع ثمن الخبز وثمن الشيء البسيط اللي يعتاشون منه. لما دخلنا إلى بيته شفنا حالة وتداخل اجتماعي مزري جدا جدا، وسألناهم سؤال حتى نتأكد هل هم في حاجة أم لا. فسألناهم: هل عندكم شيء تلفزيون عاطل حتى نصلحه أو صوفة عاطلة حتى نصلحه؟ ما وجدنا لا صوفة ولا وجدنا تلفزيون ولا وجدنا طباخ عاطل وغسالة عاطلة، ولا يوجد عندهم حتى كهرباء، ما عندهم ثمن حتى الكهرباء يدفعونه، وما عندهم حتى ثمن ما عندهم حتى براد أو ثلاجة حتى يخزنوا بها الطعام. يعني على قوت يومهم المساكين عايشين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تصدق بعدل تمرة، يعني بعدل تمرة من كسب طيب يقبلها الله من يمينه يربيها الله له أو يربيها له حتى تكون كفلوه ثم تكون مثل الجبل. فالله عز وجل يضاعف الحسنات في هذا الشهر المبارك الطيب وهذه الأيام المباركة الطيبة. الله عز وجل يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله ليضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. شوفوا هاي حالتهم، هاي وحدة من الغرف اللي ما بها جام اللي يجمعون بها هذه الخردوات المساكين على قدر ما يعيشون، وفي هذا التداخل الاجتماعي المتعب من بين مرض وبين أطفال يعني ملابسهم ممزقة وحالتهم متعبة جدا جدا. حقيقة وجدنا امرأة صابرة وامرأة محتسبة وقالت: الحمد لله على كل حال، نحن أفضل من غيرنا. رجعنا لكم من جديد بعد ما اخذنا عائله ابو حارث على المول، اخذوا ملابس العيد اللي هم اختاروها بايديهم، طبعا من افضل المولات. طبعا كان بدعم لست هلا فارس، شكرا لها ولكل الناس اللي تبرع لها. وايضا اخذنا لهم اسواق غذائيه لشهر رمضان واكثر ان شاء الله يكفيهم، طبعا كلها بدعم الناس المحسنين. واهم فقره بهذا البرنامج اللي هي الاجهزه الكهربائيه. طبعا جبنا لهم ثلاجه لان البيت اصلا هو البيت ما بيه ثلاجه ولا براد، فجبنا لهم حجم كبير ثلاجه ان شاء الله حتى تفيدهم ثلاجه وبراد. الطباخ مالهم فقط عين واحده منه تشتغل والباقي ما يشتغل، فجبنا لهم طباخ وفرن اوفن داخله. البيت اصلا بدون شاشه. المره قالت نحن تقول نحن يعني اطفال يبكون بالليل وراح يطمشون ببيت الجيران عن التلفزيون، فجبنا لهم شاشه بلازما. ومثل ما تعرفون احنا حاليا نهايه موسم وبدايه موسم جديد، فجبنا لهم صوبه كهربائيه وبانكا مروحه بنفس الوقت حتى ان شاء الله تفيدهم بالصيف والشتاء، واكيد ان شاء الله حتبقى اللي هم تفيدهم بكل الاوقات. واذا جبنا لهم بازيكل دراجه هوائيه لاحد اطفال عندهم اللي هو بالمدرسه، فجبنا لهم بازيكل
حتى ان شاء الله يسهل عمليه الروح والرجع على المدرسه ان شاء الله. واكيد الاطفائيه لكل بيت عن جهازهم اطفائيه وان شاء الله ما يحتاجوها ابدا. طبعا كل هاي الاجهزه هي بدعم الناس الخيرين. وايضا عندنا مبلغ مالي مقدم من شركه عمر عطار باشي لكواد تجاري السيارات. طبعا شركه عمر عطار باشي متكفله ب 30 حلقه لبرنامج من الناس للناس، وايضا ما شاء الله متبرعين لنا قبل رمضان بمبالغ جدا كبيره توزعت للناس وعلى مدار هاي السنوات. فالشكر لشركه عمر عطار باشي على اهتمامها بالعوائل المتعففه في مدينه الموصل. وايضا عندنا مبلغ ثاني مقدم من شركه مارك إليس، طبعا هاي شركه اماراتيه اصحابها من الموصل، تبرعوا ايضا مبلغ لهذه العائله، وان شاء الله من هاي العائله لنهايه الموسم البرنامج متكفلين هي بمبلغ للعوائل. وايضا عندنا بطاقه مقدمه من مدينه العاب دجله السياحيه. طبعا هاي البطاقه ان شاء الله راح ياخذ ابو حارث اطفاله كلهم يطلعون على دجله سيتي، راح يدخلون على المدينه، حتكون دخوليه وكافه الالعاب لهم مجانا لمده سنه كامله. وايضا ان شاء الله بعد قليل راح يصل الفطور، طبعا الفطور مقدم من مطعم محل 21 في مدينه الموصل القديمه. واخيرا وليس اخيرا كلمه من الشيخ مضر نافع. عفوا الله يحفظك ان شاء الله، انت اجدت الله واوجزت وكملت كل شيء ان شاء الله. الله يحفظك شيخ. لكن نحن دائما نصلي على محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل ذكر صلاة محمد صلى الله عليه وسلم يصلي عليها بنا، قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هذه الآية اللي فيها محمد صلى الله عليه وسلم يصلي على أمته. وقديما قالوا ارخي حبال الصدقة من يديك يرخي الله حبال الذنوب من عنقك يوم القيامة. فيا أهل الموصل الكرام، ما جرى على مدينتنا من مشاكل كثيرة جدا، كان لكم دور كبير جدا جدا، شهد لكم العالم كله من وقفة المساجد والناس المحسنين الطيبين. لكن مدينة الموصل مثل الشاي بأسفل سكر، بس يحتاج إلى تحريك. والمحرك الإعلام له دور كبير جدا جدا. في بعض الأحيان ناس يعني يقولون ليش أنتم تتكلموا بالإعلام أو شيء من هذه. يا الله عز وجل يقول إيش؟ ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. يعني الله عز وجل الله يرضى عنه إن شاء الله يجازي كل من كان سبب في إدخال السعادة على هذا البيت. الإمام الشعراوي رحمة الله عليه سألوا أحد المذيعين سؤال، قال له أنت بالنسبة لك ختمت القرآن عدة مرات، قل لي أفضل آية وأفضل عمل لخص به كل حياتك اللي ختمت فيها القرآن. فسكت ورفع راسه وقال ما وجدت في كتاب الله شيء أفضل من جبر الخواطر. جبر الخواطر عند الله عز وجل له شأن كبير جدا جدا، ونسأل الله أن كل من كان سبب في أي قطعة وفي أي حبة رز وفي أي قطعة من هذه القطع الموجودة أن يجزيهم الفردوس الأعلى، ويجزي من كساهم بالسندس ومن دفاهم بالرضا يوم القيامة، ومن أعطاهم، ويجزي هؤلاء الشباب أولادنا وأخوتنا وأستاذنا، ويجزي أستاذ عمر هذا الأسد الذيب الله يحفظه إن شاء الله، اللي أنا من أشوفه دائما حتى إذا أكون مريض أو أنشحن من ورانا والله الله يحفظه إن شاء الله، شعلة بسم الله. ويحفظ شبابنا بمؤسسة خلوها أجمل اللي لا يجزعون ليل ولا نهار، وبأي ساعة من ساعات الليل ونهار، مجرد أنه نزل التلفون، مجرد أنه نزل الإعلان، نطلب 3 شباب يجونا 30 واحد. الله يحفظكم يا رب ويحفظ هذه المدينة الطيبة، وجزاكم الله خير، وعذرا على الإطالة، وسامحني أن نتعدى حدود أدب الإطالة أستاذنا الغالي. الله يحفظك. إلى هنا نصل معكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم من ناس الناس، وأنتم أيضا بدوركم يمكنكم التبرع لعائلة أبو حارث عبر الأرقام راح أخليها بوصف المنشور. وما بس أبو حارث، أي حلقات تم تصويرها مسبقا اللي يحب يتكفل بأي شغلة معينة، مثل ما ذكرت إنه ناس تكفلت بأبواب، اكو ناس تكفلت بعمل المطبخ لهم. طبعا هاي العائله اللي احنا بيها حاليا ما عندهم كاونتر، فطلبوا انه يكون عندهم كاونتر. وايضا شفتوا موضوع البيت، اللي يحب يساهم بعائله ابو حارث يتواصل معنا، ونحن ان شاء الله حنجيبه على هذا البيت اللي هو تجاوزات تل الرمان. نلتقيكم ان شاء الله في حلقه جديده، ومع السلامه.